ليه كلنا بنحب مسرحية مدرسة المشاغبين؟ تفتكر ليه الناس ما بتزهقش من المسرحية دي بالذات بالرغم ان بقالها فوق ال 53 سنة بتتعرض؟ الناس دي كانت بتعمل مسرح بجد، تمثيل وغنى واستعراضات. اوعى تفتكر ان اللي كان عايز يعمل اي حاجة في المسرحية دي كان بيعملها، لا صحيح هو ارتجال، لكن كان في نص كاتبه مؤلف زي علي سالم بيرتجلوا عليه. حتى لما بيرتجلوا كانوا بيرتجلوا من الشخصية. انت مصدق ان ده بهجت الاباصيري وده مرسي الزناتي وده الناظر عبد المعطي، وسعيد صالح كان طاقة وحضور رهيب بجد على المسرح، كان عبقري. وهادي الجيار اللي من وجهة نظري من اهم اسباب نجاح المسرحيه دي. شوف مشهد اذاعه البي بي سي مثلا، لا يمكن المشهد كان يطلع منه كميه الكوميديا دي من غير وجود حد يفرش للكوميديا دي زي هادي الجيار. وبجد وانا صغير كنت فاكر ان يونس شلبي بيتكلم كده بجد لحد ما اتفرجت على العيال كبرت. انت ممكن تسال نفسك ليه كلنا حافظين افيهات المسرحيه دي لحد دلوقتي؟ لان ببساطه كانت افيهات متعوب فيها بجد. ان سهير البابلي تتخنق من كميه ارتجال عادل امام على المسرح فتقول له لو ما سكتش هاجي اقطع لسانك من لغاليغ، وبعبقريه عادل امام يالف على الكلمه دي افيهات لمده 4 دقايق. وما كانوش بيلجأوا للكوميديا السهله زي كوميديا التنمر مثلا، لانه كان سهل قوي على المخرج انه يطلع مدرس تخين مثلا يخلي الطلاب يتريقوا عليه، كانت الناس هتضحك برضه. شخصيه زي علام الملواني كان ممكن جدا يتريقوا على طريقه كلامه، لكن لو ركزت في مشهده هتلاقيه هو اللي ماسك كوميديا المشهد كله تقريبا. الموسيقى والاغاني في المسرحيه دي كانوا من اجمل ما يمكن. انا بحب اغاني المسرحيه دي جدا، ومش من فراغ والله، انها تبقى من انجح المسرحيات اللي اتعملت في التاريخ، وما اعتقدش ان ممكن في يوم من الايام الناس تبطل تتفرج عليها.